ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير يا رب. النهارده ان شاء الله هوريكم طريقة عمل مكرونة بشاميل. ناس كتيرة قوي ما بتعرفش تعملها، هوريكم طريقة عملها بالفراخ. تمام. انا النهارده في الفيديو دوت هوريكم كمان الشكل النهائي بتاع الجلاش اللي انا كنت منزله لكم، والسلطه. انا مرضتش انزلهم كلهم مع بعض علشان الفيديو ما يطولش عليكم. تمام. انا كده في الميه حطيت معلقه ملح علشان الميه تغلي بسرعه اللي هسلق فيها المكرونه. تمام. وهنا بدأت ان انا اعمل البصل علشان خاطر البصل اللي هو هعمل فيه المكرونة انا ضربته في الكبة وببدأ ان انا احطه. انا كده اهو خلصت البصل كله وحطيت المكرونة. حطيت كيسين وكده حطيت زيت على البصلة وهسيبها ان هي تاخد لون شوية. وبصوا هي كده، بصوا هي اخدت لون. هبدأ ان انا بقى انزل باللحمة عليها ان شاء الله باذن الله تعجبكم. يلا بس قبل ما نكمل الفيديو، اللي لسه ما اشتركش في القناة بقى ينزل يشترك ويفعل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد بنزله. وفي نفس الوقت تدوسوا على علامة اللايك وتعملوا لايك عشان ترفعوا لي الفيديو وتخلي غيركم يشوفوه. تمام. انا بص البصلة بدأت ان هي تصفر، مش هحمرها علشان خاطر تكمل تحميرها مع اللحمة. تمام. وبقلبها اهو كده. بصوا هي بدأت اهي تاخد لون. هبدأ بقى ان انا اقطع الجزر والطماطم والفلفل علشان انزل بيهم بعد ما البصلة تستوي شوية. انا كده نزلت بالزعتر وبعد كده البهارات والفلفل الاسود وحطيت مكعب ماجي وهنا معلقة ملح وغطيت على المكرونة اهو علشان تغلي براحتها. بصوا انا كده خلصت اهو المكرونة. تمام. وهبدأ بقى ان انا اهي، بصوا هي كده عملت خالص لونها في الزيت، وحطيت فيها برضو معلقة ليا. هنزل بقى بالحاجة بعد ما قطعتها والجزر بشرته هنزل بيها، هديها تقليبة كده واسيبها برضو تكمل سواها. هنا انا نقلتها على العين التانية وهبدأ بقى ان انا احط تاني مية علشان اسلق فيها الفراخ. تمام. انا حطيت شوية زعتر وحطيت عود قرفة وهحط الورق اللورا وهحط حبهان وفلفل اسود ومكعب ماجي وشوية ملح. بدأت ان انا بقى اغطيها واسيبها تغلي شوية. وبصوا هي كده اللحمة هي بدأت تخش في السوا. المية اهي بدأت ان هي تغلي. هحط الفرخة وانا كده خلصت اللحمة. نقلت اهو الفراخ على العين التانية وهبدأ بقى اعمل بشاميل. بصوا انا هبدأ بقى كده ان انا احط السمنة. حطيت 5 معالق سمنة. تمام. شايفين؟ خمس معالق سمنة. وهبدأ بقى انزل بالدقيق. احط 15 معلقة دقيق، يعني 5 سمنة و15 دقيق. هسيبهم بقى على النار كده الدقيق يستوي كده شوية. في ناس بتعملها ني في ني بس انا ما بحبهاش ني في ني، انا بحبها بالطريقة دي. تمام. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ هبدأ بقى انزل بالكيلو لبن. هحط كيلو لبن وابدأ بقى ان انا اقلب علشان ما تكلكعش مني. وان كلكعت ممكن تجيبوا المضرب بتاع البيت تقوموا عاملين بيه، هتلاقوا الكلكعة دي فكت خالص ومفيش كلكعة خالص وانتوا بتعملوها. انا اوقات كتيرة بعملها كده بمضرب البيض، اللي هو مضرب البيض اللي هو الكهرباء، مش اليدوي. تمام. انا كده اهو اديتها. هبدأ بقى ان انا احط في الشوربة بدل المية. انا حطيت كيلو لبن، هحط بالتقريب كده، هو المفروض نفس كوباية اللبن نفس كوباية الشوربة. تمام.
الكيلو ممكن يعمل معاكي 4 كوبايات او 4 وشوية، انت هتنزلي برضو بال4 كوبايات الشوربة عليها. تمام. هنا بقى احط مكعبين ماجي وشوية فلفل اسود، بس هو ده بس اللي بيتحط على البشاميل. بس شوية فلفل اسود، مكعبين ماجي، وخلاص، شوية صغيرين جدا. تمام. وهديها تقليبة. بصوا هو البشاميل كده خلص، فانا هبدأ بقى ان انا ارص المكرونة. انا كده في بيضة، حطيت بيضة وشوية ملح وشوية فلفل اسود وهرجهم، وهبدأ انزل بيها على البشاميل كله. تمام. وهنقص نص البشاميل، والنص التاني هقلب فيه المكرونة. انا اهو حطيت النص والنص التاني اهو. هبدأ بقى ان انا احط فيه المكرونة، وهحط شوية جبنة رومي مبشورة تديها طعم تحفة. هقلب المكرونة كويس جدا فيها جبنة رومي مبشورة اهي. هقلب المكرونة كويس جدا. في النص التاني برضو هحط البيضة برضو تاني، وشوية ملح وشوية فلفل اسود، شوية صغيرين جدا. هبدأ ان انا احطهم، طبعا مش هنكتر عشان الجبنة الرومي اصلا حادقة. تمام. هي دي طريقة اللحمة المفرومة اللي انا عملتها في الجلاش، هي اللي انا عملتها في المكرونة. هحط شوية في قعر المكرونة تحت خالص، علشان المكرونة ايه، تبقى تمسك نفسيها كده، وانتي بتطلعي الخرطة تبقى ماسكة نفسيها، ما تتفككش منك. هبدأ بقى ان انا انزل بنص المكرونة في الصينية، واحط اللحمة والنص التاني فوقيها. بص انا بعملها بس كده علشان في ناس ممكن تقرف، انما كل واحد بيعمل بايده اكله، ما بقاش فيها قرف ولا حاجة، فهو كل واحد بيعمل بايده عادي. بس انا كده عملتها كويس، واديني اهو بحط اللحمة. حطيت اللحمة. بس انا اهو هبدأ انزل بقى بعد ما حطيت اللحمة، هبدأ انزل بنص المكرونة التاني عليها، وهقوم عاملاها كويس، مسوياها كويس، علشان احط باقي البشاميل من فوق. انا بحط هنا كده معلقة صلصة علشان تديها لون كده حلو. جبنة رومي المبشورة قبل ما بحطها بكون غسلاها كويس، علشان خاطر بتبقى مليانة تراب برضو كده، فببدأ ان انا ايه، بعملها اقلبها كويس واحطها فوق الوش. بص اللون الاحمر ده هتدينا لون فوق الوش تحفة. تمام. بصوا شايفين بقت حلوة ازاي؟ الجبنة رومي مبشورة هرشها فوق الوش. A few moments later. الفراخ بقى اللي انا سلقتها، هبدأ ان انا اخد اللي احنا هناكله، حطيتها في زي صينية كده صغننة، احط فيها فوق شوية ملح وشوية فلفل اسود ومعلقة سمنة بلدي كده، حتة من هنا وحتة من هنا. السمنة دي انا مسيحاها معاكم. هحط بصي حتة وادخلها الفرن، بتبقى تحفة تحفة، احسن من الزيت واحسن من كده. وكده ده شكل الاكل النهائي كده. انا حضرت التمر ومستنيني الفطار والجلاش والسلطة والمكرونة، عملت لسان عصفور والفراخ. بصوا شكلها بقى حلو ازاي. كده اكون خلصت معاكم الفيديو، يا رب يعجبكم. ما تنسونيش بقى في الاشتراك وتفعلوا الجرس واللايك. استنوني في حلقة جديدة. باي باي.